طيب شباب، قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا عايزكم تتفرجوا الفيديو من البداية للنهاية علشان كل كلمة أنا بقولها مهمة جدا جدا، وعلشان مفيش خطوة تسقط منكم. فاتفرجوا على الفيديو من البداية للنهاية وتابعوا الشرح بالتفصيل. والشرح مبسط وسهل جدا جدا، وبإذن الله هتطلع من الفيديو ده وانت عامل صورك بالذكاء الاصطناعي وهتعجبك جدا جدا. فبس كده خليكم مع الفيديو بتاعنا. بس كده يلا بينا نخش بالانترو، يلا على طول على الفيديو بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده راجع لكم بفكره فيديو قلب الدنيا كلها وكل الناس بتدور عليها، ازاي اعمل صوري بالذكاء الاصطناعي اللي هو طالع جديد ده دلوقتي. الترند اللي كل الناس بتتكلم عنه، كل ما تفتح الفيسبوك او كل ما تفتح الانستجرام اي موقع على السوشيال ميديا تلاقي الصور موجوده في وشك، وتيجي تسأل حد انت عملتها ازاي يقولك والله انا عملتها، دفعت فلوس باني وعملتها. او يقولك خليت حد يعملها لي. فانت بتبقى عايز تعملها وتيجي تنزل طريقه، الابلكيشن يقولك ادفع علشان تعمل صور زي ما انت بتشوفها كده. فالنهارده جبت لكم طريقة سهلة جدا جدا، وهي ازاي اعمل صوري بالذكاء الاصطناعي زي ما انت بتشوفها كده على موقع السوشيال ميديا، من غير ما تدفع ولا جنيه، كله مجاني وكله سليم السليم زي ما انت هتشوف الفيديو بتاع النهارده، وهتشوف النتائج هتبهرك جدا جدا. وبطريقة سهلة جدا يعني مش معقدة، يعني في طرق كتير، يعني في شروحات كتير على اليوتيوب بيقولك طريقة مجانية وابلكيشن بتعمل 100 حاجة علشان يديك الصورة. ده ابلكيشن عادي جدا هتعمل صورك زي داون اي اي وبقية الابلكيشن اللي بتعمل صور بالذكاء الاصطناعي المدفوعة. ده ابلكيشن مش مدفوع وبيعمل صورك بالذكاء الاصطناعي بالظبط. فخلينا نشوف ونتابع الشرح، بس قبل ما نتابع الشرح، لو انت جديد معانا في القناة وانك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت علشان ده بيساعدنا وبيخلي الفيديو ينتشر اكتر واكتر ويوصل لناس اكتر. طبعا اي روابط تحميل هتلاقوها عندنا على التليجرام ديسكريبشن تحت في صندوق الوصف، هتلاقي لينك قناة التليجرام بتاعتنا، هتلاقي فيها لينك البرنامج برابط مباشر على طول، متقلقش هتدخل تحمله وهتفهم كل حاجة. فبس بقى خلينا نخش على البرنامج دلوقتي وهوريكم البرنامج ده بيعمل ايه وهشرح لكم دلوقتي بالتفصيل. فيلا بينا. وده شكل الابلكيشن اول ما بتفتحه، بيبقى جاي بالشكل ده كده بالظبط. انا دلوقتي هقول لك هتعمل ايه بالظبط، وهديك برضك بعض النصايح علشان تحصل على صور الذكاء الاصطناعي ال AI بتحصل عليها بالظبط وتحصل على أحسن النتائج، وأقولك تعمل ايه بالظبط. فيلا بينا نخش على طول. طيب انت أول ما بتفتح الابلكيشن بقى جاي بالشكل ده تمام. انت تقوم دايس على try AI avatars اللي هي في الوش دي كده، هتقوم دايس عليها. بعد ما تدوس عليها هيقولك اختار من 8 ل 12 صورة زي ما انت شايف تحت كده، من 8 ل 12 صورة. طبعا يستحسن الصور بيكون جايبة وشك بس، يعني هو حتى بص بيقولك يكون الصورة جايبة وشك بس، يعني مفيش خلفيات كتير في وشك من ورا في الخلفية، يعني باك جراوند. ويكون وشك بس اللي ظاهر في الصورة، صورة سيلفي يعني من آخرها. أو ممكن تكون صورة عادية وانت تكون قاصصها بس تجيب ملامحك من فوق. ويكون جايب وشك من جميع الاتجاهات، يعني جايبه من الجنب، جايبه من الوش، جايبه من الجنب التاني، جايبه من جميع الاتجاهات. وتكون عامل يعني تعبيرات مختلفة، يعني مش كل صورة بنفس التعبير، يعني مرة تضحك مرة تكشر، مرة تبقى مبتسم مرة مش مبتسم، فاهمني؟ فده يستحسن يعني. وبيقولك من 8 ل 12 صورة. طبعا أكيد يعني لما يبقوا 12 صورة هيبقى أحسن من 8 صور، يعني البرنامج هياخد ملامح عن وشك أكتر وأكتر، فبالتالي هيجمع معلومات عن وشك فهيديك نتائج أحسن وأحسن. فيستحسن إنك تقفلهم 12 صورة، وزي ما قلتلكوا تكونوا مصورين نفسكم من جميع الاتجاهات، مرة من الجنب مرة من الوش، وتكونوا تعبيرات وشكوا مختلفة، يعني مرة مبتسم مرة بتضحك مرة مكشر كده يعني. وتكون الصورة واضحة طبعا، ده يعني شيء أساسي، لازم تكون الصورة تكون واضحة جدا يعني تكون كويسة. بس فتقوم دايس على select اللي هي دي، هيقولك انت عايز تتصور دلوقتي ولا هتختار من اللايبراري الجاليري عندك يعني. فلو انت متصور هتقوم دايس على اللايبراري، وده الأحسن يعني. ما افضلش انك تدوس على الكاميرا تصور في نفس الوقت، يستحسن انك تكون متصور على الجاليري احسن، وتكون مجهز الصور يعني قبل ما تفتح الابليكيشن. فانا دلوقتي هحط الصور معاكم وهنشوف النتائج بعد شويه وايه اللي هيحصل يعني. فخليكم معايا. فبعد ما حطيت الصور زي ما انتم شايفين كده، هتقوم دايس نيكست. طبعا يا جدعان البرنامج ده بالنت، يعني الصور دي مش بيعملها كده وخلاص، لا لازم يكون فاتح نت علشان يقدر يعمل الصور بالذكاء الاصطناعي. يعني انت لو مش فاتح نت وجيت تدوس نيكست هيقولك
ان العملية غير قادر اللي هو يعملها علشان لازم تتصل بالانترنت. فانت طبعا هتكون فاتح انترنت، وبعد ما تختار الصور هتقوم دايس نيكست. بعد ما تدوس نيكست اهو بيعمل ابلودنج للصور اللي انت عملتها. انا عملت 9 صور، هو يفضل 12 صورة يعني، بس هو بيقولك من 6 ل 12 يعني، او من 8 ل 12. فانا حطيت 9 صور عشان البرنامج ياخد، يعني انت كل ما تكتر الصور كل طبعا ما البرنامج ياخد ملامح اكتر عن وشك يعني، ويديك نتيجة افضل. بس بيقولك انت عايز الافاتار بتاعتك او صورة الذكاء الاصطناعي بتاعتك عايزها فيميل ولا ميل. فانا هخليها ميل. بعد كده هدوس على generate AI avatar. طيب زي ما انتوا شايفين كده، انت بعد ما بتدوس على generate AI بيجيلك صور كتير جدا. الصور اللي تعجبك تعملها داونلود وتنزلها، تقوم نازلة عندك في الجاليري زي ما انتوا شايفين كده. دي الصور اللي عجبتني. هو تقريبا بينزل يعني اكتر من 25 صورة او 30 صورة يعني في كل مرة. فهي دي الصور اللي عجبتني، فرحت عملت لها داونلود زي ما انتوا شايفين. هي دي الصور بس. لو الفيديو او عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك الجامد بتاعكم. ولو انت جديد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا لو في اي استفسارات او في مثلا اي حاجة مش واضحة، او في لا قدر الله مثلا حاجة وقفت معاكم، تقدروا تكتبوا لنا تحت في الكومنتات وبرد على كل الكومنتات. بس كده نشوفكم بإذن الله في فيديو جاي، ومع السلامة. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.